يقولوا ناس زمان خلخالك بوكيلو للناس اللي رجلها تقيله وما تروحش بزاف للمناسبات. حاجتكم ما جيتكم على خلخال بورطلين موروث الاجداد. في زمان مكري وفي بلد الفراعنه بالذات كانت طفله صغيره يسموها ايزيس، كان عندها 13 سنه تلعب برا مع نتاجتها. فجأة خرج ليها باباها ودخلها للدار، وأمر والدتها توجد لها قشها وتزينها حتى يزفها عروسها. لما وصلها البيت راجلها، الطفلة إيزيس ما فهمت والو، حاولت تهرب مرة وزوج حتى أمر زوجها أحد الصاغة باه يخدم لها خلخال بوكيلو من الذهب باش يقيدها ويمنعها من الهربة. وهذا الشيء اللي كان. فاتوا يامات وإيزيس تستنى والديها يرجعوها، لكن بدون فايدة. ملا رفدت الكبريت وشعلت الدار، وبينما الناس منشغلين يطفوا في الحريق خرجت من الباب الخلفي وهربت. لما طفت النار زوجها حوس عليها لكنه ما لقاهاش وحسبها تحرقت. وفي المعتقدات الفرعونية القديمة الزوجة لما تتحرق تولي إلهة وبيتها يصبح معبد. مشات إيزيس للبربر سيوا، وتماك لقات فرعونية متزوجة بربري وصاتها باه تمشي لبربر نوميديا تتخبى عندهم وتعمل روحها منهم وما تنطق حتى كلمة. قالت لها بلي ما يحبوش البراني، وفعلا سافرت لسيرتا مع القوافل التجارية وهي مغطية على رجليها وخايفة حد يكشفها. ولما وصلت للأوراس حلت ضيفة عند بنات الصايغ اللي وكلوها وشربوها وأخذوها لكبيرة العرش حتى تشوف قصتها. لما طلعت على ربتها شافت خلخال بورطلين في رجلها. هنا اتهمتها بالسرقة لأنه قبل شهور جت طلبية للصايغ البربري من عند الفراعنة باه يخدم لهم خلخال بوكيلو. هنا كان لازم على إيزيس تنطق باه تدافع على روحها، واعترفت باللي هي ماشي منهم وحكت لهم قصتها وكيفاه حتى جا الخلخال لرجليها. حنت عليها كبيرة العرش وزوجت لها وليدها وعاشت في سلام مع باقي النوميديين. وبعدها انتشر في كل ربوع الجزائر كفاء الخير على المرأة حتى يكون زواجها دائم وتتحمل صعوبة الحياة مع زوجها وما تهربش من داره. ويقولوا باللي كانوا يلبسوه بنات الطبقة الأرستقراطية باه يسقم لهم المشية نتاعهم ويخلوها أكثر رصانة. خلخال بورطلين اندثر حاليا في الجزائر نظرا لأن الذهب غلى مع مرور الوقت، ومعظم الناس اللي ورثوا خلخال بورطلين من عند جداتهم باعوه باه يشروا به أراضي ويديروا به مشاريع. والآن قولوا لي في التعليقات كيفاش كان مصير خلخال بورطلين اللي توارثتوه من عند جداتكم. يا بلال يا طويل القايمة يلي سكن زايا مروف التنين ما تراشي في ضحية لا أمولة الخلخال بورطلين يا راويح كي حكاية. يقولوا ناس زمان الحدايد للشدايد، ومعروف أن المرأة الجزائرية تستعمل الزينة خزينة بحيث أنها تخزن أموالها على شكل حلي ومجوهرات. حاجتكم ما جيتكم على كرافاج بولحية، أفخم هذه الحلي وأغلاها. في زمان بكري وبالضبط في القرن 14 ميلادي لما سقطت الأندلس في يد الممالك المسيحية لجأوا يهود الأندلس إلى تلمسان عاصمة الدولة الزيانية اللي كانت تحكم الجزائر آنذاك. استقبلوهم وداروا لهم حارة خاصة بهم. بعدها سيطروا على السوق بحكم أنهم معروفين بالتجارة وامتهان الحرف اليدوية وصناعة الحلي والذهب. وكرد للجميل وتعبير عن المحبة والانتماء قام أحد الصاغة اليهود بإهداء عقد مميز لأميرة بني زيان، وكان عنده معنى خاص بحيث يتكون من لحية وجدلتين وهي رمز اليهود، وفي وسط اللحية هلال اللي كان يمثل شعار مملكة بني زيان. بعدها انتشر في كل الشمال الجزائري ورجعوا يلبسوه مع الألبسة التقليدية الفخمة كما الشدة المسانية، كراكو العصيمي، القندورة القسنطينية وغيرها، ويلبسوه على الصدر فوق الجوهر ب7 خرص ذهبية. والآن قولوا لي في التعليقات مع أي لباس تقليدي تلبسوا كرافاج بولحية في ولايتكم. جيت وهذه ديديكاس ليكم يا رخاص، وهذه ديديكاس ليكم يا رخاص ويا المنافقين، وهذه ديديكاس ليكم يا رخاص، وهذه ديديكاس ليكم يا رخاص ويا المنافقين، وهذه ديديكاس ليكم يا رخاص، وهذه ديديكاس ليكم يا رخاص ويا المنافقين.
وهذه ديديكاس ليكم يا الرخاء، وهذه ديديكاس ليكم يا الرخاء ويا المنافقين، وهذه ديديكاس ليكم يا الرخاء، وهذه ديديكاس ليكم يا الرخاء ويا المنافقين.